واحد بيسأل واحدة بيقول لها عمرك كام؟ قالت له عمري نص عمر امي وابويا اكبر من امي ب5 سنين والمجموع الكلي بتاعهم 100. يبقى كم عمر الراجل، كم عمر الست، كم عمر البنت؟ تقريبا البنت 20، الست 40، كده هيبقوا 80. حلو. ولو راجل 5 لا هيبقى 40 و20 كام؟ سيبك، ما هي البنت نص عمرها يبقى كده 60 صح، فالراجل مش هيبقى 40. لا ماشي، انا عرفت هحلها لك. ماشي قرب شويه لف بس بص على الكاميرا. ماشي هحلها لك انا. 30 و30، 60 و20، لا برضه 35 الست. حلو. والراجل 40. حلو. والبنت 17 ونص تقريبا. يبقى كده كله كام؟ مش عارف. ما كملتش ال100. طب خلاص بقى، عندي انا الشاي ده، مش عارف اعدي السؤال. طب ايه ما تفكر؟ اسكيب. انت طول مره بتفكر في اسئله. لا اسكيب حاليا، لا دماغك مش موجود. طب ما هيبقوا كام طيب؟ ما هو غريبه. هيبقوا احنا قلنا 40 و45 كده كام؟ 75 صح؟ والبنت 17 ونص، لا ما جابوش برضه. طب نمشيها 45 و40؟ لا لا لا. طب قولي الاجابه، عايز اشوف مستوى ذكائي راح لفين. هقولها لك بعد ما نخلص. خلاص ماشي، نعمل سكيب. ده خالتي. واحد بيسأل بنت بيقول لها عندك كام سنة؟ قالت له عمري نص عمر أمي وأبويا أكبر من أمي ب5 سنين. يبقى كام عمر الست وكم عمر الراجل؟ واحد بيسأل بنت بيقول لها كام عمرك؟ قالت له عمري نص عمر أمي وأبويا أكبر من أمي ب5 سنين والمجموع الكلي 100. يبقى كام عمر الست وكم عمر الراجل وكم عمر البنت؟ شغلانة الرياضة دي أنا أدبي. يعني ايه هو أدبي ما بيفكرش؟ ما بيعملش أي حاجة، بيحفظ بس. لا انت حافظ مش فاهم؟ ده غلط. طب فكر معايا. قولي من الأول. واحد بيسأل بنت بيقول لها عمرك كام؟ قالت له عمري نص عمر أمي وأبويا أكبر من أمي ب5 سنين والمجموع الكلي 100. يبقى كم عمر البنت والراجل والست؟ بنت ممكن تمشيها 18. البنت 18 سنة. صح ولا غلط ولا كام؟ ماشي أنا معاك كمل. والست يبقى ضعف عمرها 18 و18 كام؟ كام؟ 32. كام؟ 18 18 20 و8 28 32 32 18 و18 36. لا انت لخبطتني. 36 و 32. 36 ازاي؟ 18 و18 معلش بس خلوه يفكر بس اديله مهله يفكر. 20 و 28 2 يبقى كده 30 و 36 صح. 18 و 18 36. ايوه 36 مش 32. ده 36. ماشي. والراجل لا ثواني يا ابني، شوفوا لي آلة يا ابني. يبقى 36. انت بتسمع كلامهم اللي هم بيلخبطوه. ممكن يبقى صح. طيب والراجل اكبر من الست ب5 سنين يبقى عنده كام سنه؟ 41. والمجموع الكلي 100 يبقى ما جاتش. ما جاتش صح؟ ما احنا هنجمعهم كلهم. ما هو كلهم 41. مش انت اللي بتقول، انا ما قلتش، انت اللي بتقول. غيروا اسئله الرياضه دي. شوفوا لنا حاجه ثانيه. طب على فكره السؤال سهل. طب قولي اجابته انت. لا انا ما بقولش اجابه، انا بسمع منك انت. لا ماليش في الرياضه. مالكش في الرياضه؟ خشي على اي حاجه ثانيه. طيب في واحد بيسال بنت بيقول لها كام سنك؟ قالت له عمري نص عمر امي وبابا اكبر من امي ب5 سنين والمجموع الكلي 100. يبقى كام عمر الست وكم عمر الراجل وكم عمر البنت؟ السؤال ده بتزود حلو في الرياضة. تعال. لا انا بسألك انت. لا مش عارف. السؤال لافف. ها قول لي السؤال تاني. قرب شويه. كام؟ قرب اهو. المجموع الكلي 100 100 والبنت نص عمر امها والام اكبر من والاب اكبر من الست ب5 سنين. يبقى كم عمر الراجل كم عمر الست كم عمر الابن؟ مش عارف تحسبها؟ لا ولا جورج. مع جورج مش عارف. لا هو عارف دماغه حلوه في الرياضة. طب انت دماغك ايه الدنيا؟ لا انا وحش في الرياضة. طب انت شاطر في ايه؟ ايه؟ شاطر في ايه؟ شاطر في اي حاجة بس الا الرياضة. طب هغير لك السؤال. واحد بيسأل بنت بيقول لها عمرك قد ايه؟ قالت له عمري نص عمر امي وابويا اكبر من امي ب5 سنين والمجموع الكلي 100.
يبقى كم عمر الراجل وكم عمر الست وكم عمر البنت؟ ثانية واحدة اصبر عشان دي محتاجة لفة. طب اعيد لك السؤال. ماشي. واحد بيسأل واحدة بيقول لها عمرك قد ايه؟ بتقول له عمري نص عمر امي، وبابا اكبر من ماما ب5 سنين، والمجموع الكلي 100. يعني هو المجموع بتاعهم هما التلاتة 100. يعني الأم كده 95. لا انت مش فاهمة السؤال. المجموع بتاع سن البنت وسن الراجل وسن الام 100، تمام. لكن الست عمرها ضعف عمر بنتها، والراجل اكبر من عمر الست ب5 سنين. يبقى كم عمر ده وده وده؟ البنت كده ثانية انا معاكي اهو. اصبري. البنت كده عمرها ثانية واحدة. ليه؟ يعني ليه الأسئلة؟ السؤال الصعب ده ليه؟ بس هو سهل على فكرة. هقولك. يعني الأب أكبر من الأم ب5 سنين. حلو. والبنت نص عمر امها، والتلاتة مجموعهم 100. تمام. هقولك أنا. بعد الحركة دي وانت مش عارفة. نص ال 95. نص ال 95 كام؟ هقولك. متكسفناش بقى، البنات ذكية. ثانية حاضر. 45. لا أقل صح؟ أقل 45. انا عايزة اعرف عمر الام كام؟ ونص. عمر الام 47. تمام. ماشي. وبعدين يبقى كده ال وكده يبقى عمر الاب اكبر منها ب5 سنين، يبقى كده 52. كده كام؟ 52. اه. ازاي وانا بقول لك المجموع 100؟ ثانية لا ما انا انت قلتي ده ضعف. يعني زاد فاهماني؟ يعني زاد. عمر البنت نص عمر امها. ايوه ما انا كنت لسه جايلك في الكلام بقى. طيب يعني ثانية يعني كده هقولك كده البنت حاجة اللي هو 47 ونص ولا؟ لا. طب كملي. وكده أصبحت الأم عشان ضعفها لا الأب كده 5. سؤال غيره طب عشان ده محتاج وقت كبير واحنا مش فاضيين. بالظبط. طيب واحد بيسأل بنت بيقول لها عمرك كام؟ قالت له عمري نص عمر امي، وابويا اكبر من امي ب5 سنين، والمجموع الكلي 100. يبقى كم عمر الراجل وكم عمر الست وكم عمر البنت؟ الله اعلم بقى، هم دي مشاكل عائليه ما اعرفش، ماليش لا احنا دعوه. عايزين نحل المشاكل العائليه دي معلش. ماليش دعوه بعد اذنك يعني ايوه انت ايه؟ ادبي مالناش دعوه بالكلام يعني ده. ادبي ده ما بيفكرش؟ مالناش دعوه بالحسابات، ارقام احنا مالنا احنا بالارقام. طب انا ده سن، انت بتحسب سن مش ايوه ما هي مشاكل عائليه بتاعتهم، احنا مالنا. طب معلش نحل المشاكل دي معلش. اسمع السؤال. ماشي. واحد بيسأل بنت بيقول لها عندك كام سنة؟ قالت له عمري نص عمر امي، وابويا اكبر من امي ب5 سنين، تمام. والمجموع الكلي 100. يبقى كم عمر الراجل وكم عمر الست وكم عمر البنت؟ لا ما اعرفش بقى برضو انت مش عايز تفكر؟ والله ما اعرف. انت بتدي انطباع وحش على بتوع ادبي. انا كنت ادبي على فكرة. انا بص انا ادبي، ودلوقتي احنا اصلا هنطلع نذاكر احمد رفعت جغرافيا، فاحنا بص مالناش دعوه بالارقام بعد اذنك يعني. جغرافيا بس؟ ايوه. طب ايه مش هتحلي لي برضو اديني في التضاريس الحاجات دي انا اجاوب معاك. مش عارف حاجه برضه يابا الهضاب بص كلها دارسها. يعني مش هتقولي السن بتاعهم؟ طب نفكر بس عشان شكلنا ما يبقاش وحش قدام عشان الناس. بفكر في الامتحان، ما انا عندي امتحان بعد بكره. يعني سؤالي ده اللي هيعمل لك ازمه؟ ايوه ما لسه عندي اسئله كتيره قوي. مش هتيجي على سؤالي ايوه فمعلش بقى. طيب معلش.